سعيد، تحب توجه عن طريق قناة صوتنا أي رسالة خاصة منك للمواطنين؟ طبعا. يا ريت لو عندك أي رسالة خاصة للأخوة المواطنين تقدم عن طريق قناة صوتنا. بتمنى طبعا إن إحنا كلنا نتجمع ويبقى لنا نقابة خاصة بالمواطنين ويبقى لنا صوت ودور في مجلس الشعب ويبقى لنا دورنا ويبقى لنا نقابة خاصة عشان يعني بتحقيق رغباتنا في التعيينات وفي الأمور الخاصة بحقوقنا من تعيين من إسكان ومواجهة ظروف الحياة الخاصة بالإضافة إلى الأجهزة التعويضية وكل ما يتعلق بأمور المواطن على مستوى المجلس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا المشاهدين قناة صوتنا، نحن اليوم مع ضيف مميز جدا، زميل السعيد المتولي السيد خالد، أحد نشطاء ذوي الإعاقة وأحد المؤسسين لحق 7 مليون بالقاهرة، وأحد المتميزين دراسيا ومن العشرة الأوائل على كلية الدراسات الإسلامية بدمياط بتقدير جيد جدا من داخل منزله الكامل بميت عساس مركز سمنود الغربية. بنرحب ونتشرف بالأستاذ السعيد المتولي. أهلا سعيد. أهلا بحضرتك. وقناة صوتنا بتحاول إن هي تلقي الضوء على تجربتك المتميزة وإبداعك وتلقي الضوء على نشاطك الفعال لخدمة أضلاع الإعاقة في جمهورية مصر العربية. فلو احنا هنبدأ من على تجربتك، فاحنا هنحب ان احنا نرى السادة المشاهدين انجازك كشخص من ذوي الإعاقة استطاع فتح غرفة أطفال متميزة وناجحة. طبعا زي ما انتم شايفين صور سعيد وهو مع تلاميذه، الاحتفالات المتميزة اللي قام بيها للمتفوقين دراسيا المتميزين. دي صور برضه لبعض الأطفال. الحضانة من كام يا سعيد؟ الحضانة من 3 سنين ونص لعند 5 سنين. وديت في صور برضه بيوزع بعد الهدايا على الأطفال الصغار. تعالي عشان تكلمنا عن تجربة الحضانة دي. والله هو بالنسبة للحضانة طبعا أما أنا خلصت دراسيا وكنت بتقدير جيد جدا من العشرة الأول على القسم، طبعا فوجئت إن مفيش تعيينات للمعاقين
على الرغم ان كنا بنسمع بحاجه اسمها تعيين 5%. طيب اذا ما كنتش الحكومه هتعين، طب هنعمل ايه؟ فربنا وفقني وفتحت حضانه على قد كده، واستمرت حوالي 7 سنين. وطبعا خلالها درست العدد كبير من الاطفال، والحمد لله كنت بطلع اولاد بيعرفوا يقروا الجورنال وهم لسه في سن الحضانه، والفت كتابين 2 لخدمه اولادنا الصغيرين دول. سعيد ما قدرش ان هو يكتفي فقط بمشروع الحضانه الناجح اللي اتكلمنا عنه من شويه، لكن سعيد ان هو ينجز ويبدع في شيء اكثر جمالا، ان هو ابتكار طريقه جديده للقراءه والكتابه في العالم العربي، وعلى نفقاته الخاصه دون مساندة الدولة أو المؤسسات المعنية، قام بإصدار كتابين بعنوان كيف أقرأ، الكتاب الأول والكتاب الثاني لتلاميذ المدارس الابتدائية والمفوقة. وأعتقد إن إصدار الكتاب كان بيتماشى مع تجربة الحضانة، إن أنت بتدرس المراحل الابتدائية ووجود الأطفال. عاوزينك يا سعيد تكلمنا باستفاضة عن تجربة الكتابين دول وتشرح لنا فكرتك الدعاية في الكتاب، نحاول ان احنا نوصلها للرأي العام ونشوف المؤسسات او الهيئات الفعالة اللي بتساند في نصوصنا وبتتابع ان هي تساند تجربتك المبدعة في مجال الفلسفة. والله بص يا استاذ رامز، دلوقتي في مشكلة بتواجه ابنائنا اللي هم في المدارس، سواء المدارس الابتدائية او حتى في الاعدادي، وانا لمست دوت بنفسي. فكنت بفكر ليه الاولاد اللي في الاعدادي وليه الاولاد اللي في الابتدائي اللي في 5 و6 مش عارفين ما بيعرفوش يقروا ليه؟ طيب ما بيعرفش يقرا ليه؟ لان في طريقه مفقوده في تعلم القراءه والكتابه. طيب الطريقه ديت هي بسيطه جدا وسهله. فقعدت يعني افكر 3 سنين على ما ربنا سهل، والحمد لله وانا شغال مع الاطفال في الحضانه عندي جاتني الفكره، فقلت وماله، ما انا ممكن اعملها. وبالفعل وانا لسه عاملها مجهزها ورق، بدات اطبقها على اصغر عيال عندي في الحضانه اللي هم داخلين اولى ابتدائي. فطبعا الاولاد اللي داخلين اولى ابتدائي اخترت منهم كذا واحد وجربت عليه الطريقه، فربنا سهل. وبالفعل لقيت الاولاد دولت قرأوا وكتبوا من كتاب، يعني تديله جورنال يقراه، تديله كتاب جامعه يقراه، تديله، يعني بقيت ما شاء الله. ساعة ما لقيت التجربة بتاعتي نجحت والكتاب دي شجعني انني يعني اصرف شوية من جيبي الخاص ومن نفقتي الخاصة على الكتاب، وخدت بيه رقم ايداع وتقييم دولي وعملت الكتابين دولت. وهم طريقتهم سهلة جدا، طريقة سهلة جدا. هي طريقة تجميع الكلمة. يعني مثلا الكلمة المكونة من 8 حروف ازاي اقراها على 3 حركات او 3 انطقها على 3 مراحل، بس بدل ما انطقها حرف 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 يعني 8 حروف، لا ممكن اقراها على 3 بس. فده سهل عملية القراءة للاطفال سواء اللي هم داخلين ولا ابتدائي. وحتى بعد ما ربنا كرمني وعملت الكتابين دول، بدأ طبعا الناس تعرفني ويجيني ناس أعداد كبيرة اللي هم في الابتدائي وفي الإعدادي، حتى تاني إعدادي ثالثة إعدادي، وعايزين يتعلموا القراءة والكتاب. هم حافظين حروف ألف ب كويس بس مش عارفين يجمعوا كلمة. فما جربت عليهم الطريقة وعلمتها لهم، قدروا بفضل ربنا وبطريقة الكتاب إن هم يعرفوا يقروا ويكتبوا. وبالفعل استطاعوا ان هم يقروا من الجورنال واتحلت مشكلتهم في القراءة والكتابة. وبتمنى بصراحة ان مشكلة القراءة والكتابة يعني ربنا يجعلني من ضمن الناس اللي يحققوا فيها على مستوى الجمهورية كلها، لان هي الفكرة واحدة وممكن نطبقها على الاولاد اللي هم في المدارس والمرحلة الابتدائية او الاعدادي وما يعرفوش يقروا ويكتبوا، وتتحل مشكلتهم في خلال 3 شهور او بالكثير 6 شهور ان شاء الله بإذن الله.